السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم، حياكم الله. نحن اليوم الأحد الساعة 10 مارس 2019 والساعة 5 بتوقيت الجزائر. الحقيقة أنا الآن في الشارع، لكن كان لزاما علي أن أقدم لكم بعض التطورات والمستجدات السريعة على هذا اليوم العظيم. أول شيء، وأحد الأخبار المفرحة جدا، هو أن عمال البترول والغاز في عدة أماكن، ربما في أكثر الأماكن، الآن في حالة إضراب وفي حالة توقف عن العمل. هذا مهم جدا جدا. تعرفون أن هذه العصابات تنهب أموال بترولنا وأموال غازنا وتقدم منه أجزاء للقوى الكبرى التي تحميها وتحرسها وتدعمها. إذا توقف لهم البترول والغاز راح يكون هناك جرانتا فولمو بالنسبة إليهم، راح يكون هناك حالة من الجنون بالنسبة إليهم. الأمر الثاني، هذا خبر كبير. الأمر الثاني، خرجت مظاهرات مدوية بآلاف إن لم يكونوا عشرات الآلاف في منطقة شراقة، ومنطقة شراقة كما تعرفون حساسة جدا، شراقة أبو زريعة بن مسوس. فدوت هذا اليوم بشكل لم يسبق له مثيل حسب المعلومات القادمة من هناك. الأمر الآخر، خرج طلابنا من المدارس الثانوية في عدة مدن أيضا ليقولوا لا لهذه العصابات، لا لهذا الفساد، لا للعهدة الخامسة. الأمر الآخر هو، تعلمون أنهم يقولون أن بوتفليقة الآن في الطائرة التي خرجت من جنيف ذهب إلى الجزائر. وضعه الصحي على الأرجح أنه صعب أو سيء، حتى وإن ربما يخرجونه في كرسي هكذا ويظهرونه من بعيد، ربما يحاولون، لكن على الأرجح أن وضعه الصحي سيء وسيء جدا، وسننتظر بعض الأشياء بعد قليل. الأمر الآخر هو تصريحات قايد صالح اليوم. كنتم تابعتوا قايد صالح وتهديداته من قبل في خطابه قبل 8 أيام تقريبا، حينما سمى المتظاهرين بالمغرر بهم والفاعلين في هذا الحراك المبارك، هذه الانتفاضة السلمية المباركة، بأنهم محرضين. الآن يعود ويقول أن الشعب والجيش لهما نفس النظرة لمستقبل الجزائر. إذا كنت كذلك يا قايد صالح، وإذا كنت صادق فيما تقول، دعنا نحاول أن نكذب على أنفسنا ونقول أنك صادق، أو خلينا نقول لك صادق. أنت تعرف ماذا يريد الشعب، فعليك أن تنفذ ما يريد الشعب. والشعب يريد رحيل العصابات وتسليم أمر الحكم إلى الشعب، والشعب يختار من يحكمه على المدى البعيد وعلى المدى القريب. الشعب يريد تغيير سلمي ولكنه جوهري راديكالي أساسي نهائي لهذا الحكم. كفى من 57 سنة من العبث. الآن بالنسبة لي، من بين الأسباب اللي خلاتهم أيضا يعجلوا بالخروج من جنيف، وربما حتى بوتفليقة في حالة صحية سيئة جدا، هو أن إحدى السيدات الفاضلات جزائرية مناضلة هي التي كانت قد تحركت مع محامية هناك ورفعت قضية. والحقيقة لم أفضل أن ننشر رسالة، وإن كانت لدينا، لم نفضل أن نرسلها، لدي أنا وبعض إخوتي هنا، ولكن سننشرها في الوقت المناسب. ربما ننشرها اليوم، بعد ساعة أو ساعتين سأنشر الرسالة التي تقدمت بها إلى القضاء السويسري، باعتبار أن بوتفليقة مخطوف من أفراد ويستعملونه، ولذلك سارعوا بتهريبه. الآن الطائرة حسب آخر المعلومات أنها تقترب من الجزائر، هي فوق بالما، على بعد حوالي 25 دقيقة من الجزائر العاصمة، فوق بالما، فوق أجواء بالما الإسبانية. يا ذاك البحر وشكله من حراقة، ما بين الجزائر وإسبانيا، كلها في أعناق هؤلاء المجرمين. إذن عندما يصل المعلومات، تقول عندي أن أمس كان هناك لقاء مطول ما بين 4 أشخاص على الأقل حضروه، ربما حضر آخر، لكن الأربعة المهمين اللي حضروه هو
التوفيق جنرال المخابرات السابق، قايد صالح قائد الجيش، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، وبالعيز ما يسمى بالطيب بالعيز رئيس المجلس الدستوري. حضروا هؤلاء وكان هناك نقاش مطول. هذا اللقاء على الأرجح هو الذي جعل قايد صالح اليوم يتراجع عن تهديداته وعن تخويفه وعن نحن أو الفوضى والأمن سيذهب إلى آخره، وأنهم بالفعل قرروا تنفيذ المادة 102. ستنفذ هذه المادة 102 من الدستور هذا المساء على الأرجح أو غدا. هذا ممكن جدا، يعني هذا ممكن جدا، هذا هو الاحتمال الأكبر كما قلت. هذه بعض المعطيات. فيما يتعلق بالعصيان المدني بطبيعة الحال ماضي، وماضي بشكل قوي وقوي جدا، والحمد لله الناس أيضا استجابوا لدعائنا ودعاء أخوتنا آخرين بأن يفتحوا المخابز ويفتحوا المطاعم ويفتحوا المواد الغذائية. كثير من المحلات فتحت ولله الحمد، لأنه كان هناك طبعا محاولة من طرف عصابات الحكم أن تقوم بالضغط بشدة، بمعنى أن تجعل هذا الإضراب وهذا العصيان أن تجعله راديكالي بشدة كبيرة حتى تنفر الناس منه. وطبعا ذباب الإلكتروني دخل على الخط بشكل رهيب، وبعض إخوتنا حتى ربما تحت ضغط الذباب الإلكتروني اعتقدوا بأن هذه خطوة خاطئة. لا، الخطوة صحيحة وستمضي صحيحة، والحمد لله أن الناس استجابت، وأن الناس عادت خاصة للمحلات التي تعني الناس، يعني الصيدليات، المخابز، إلى المواد الغذائية. بالعكس في أماكن معينة الحمد لله تم تخفيض حتى الأسعار. يعني وصلتني رسائل تقول أن هنا في بعض الأماكن، أعتقد برج بوعريريج، بعثوا لي رسالة فيها 25% منقصين من السلع، وفي مكان آخر أيضا فيه ناس خرجوا الخبز من المخابز وخلوها للناس وقالوا هذا خبز بدون مقابل. فهذه كلها صراحة من أروع ما يكون هذه اللحظات وهذا الوضع. مرة أخرى أشدد على أنه إذا كانت هناك مخابز أو محلات مواد غذائية أو مطاعم أو صيدليات مغلقة، يذهب لها إخواننا الشباب المتحمسين اللي هم راهم الآن في الحراك وفي العمل على الأرض، ويتحدثون معهم بكل لطف بأن يفتحوا، لأن الغلق لهذه المحلات ليس في مصلحة الشعب في هذه المعركة الحاسمة مع العصابات. هذا مهم جدا. ودائما خاطبوا الناس بخطاب جميل، بخطاب جيد، بخطاب يقربهم منكم ولا ينفرهم منكم. سلمية، يعني سلمية، لأنه سمعت أن هناك بعض الشباب ربما عنفوا بعض الناس أو بعض أصحاب النقل إلى آخره. النقل أيضا يجب أن يبقى، النقل مهم جدا. الكهرباء، الغاز، الماء، الانترنت، كل هذه الأشياء يجب أن تبقى. وإذا كان هناك محتجين أو متظاهرين شفناهم تاع صنع الغاز وانتاع الكهرباء طيب ممكن أن تفعلوا ذلك، لكن بشرط أن اللي يشرفوا على الأعمال، يعني على أعمال الكهرباء، أن لا تنقطع على الناس وعلى بيوتهم. الانترنت مهم جدا إخواني أن تبقوا حريصين على أن تبقى. نعم في العصابة راهي ضعفتها بشكل كبير، لكن مهم جدا أن تبقى. هذا ما أردت أن أوصله لكم في هذه اللحظات الحاسمة، وسأبقى معكم. سأصل بوتفليقة كما قلت ربما في خلال نصف ساعة. سنرى هل سيكون محمول على 4 وفي حالة مرضية صعبة جدا، أم سيأخذونه في كرسي متحرك. نحن لا ندري بكل صدق، لكن نعرف أنه مريض ومريض جدا. إذا لم تروه في المطار فاعلموا أنه في حالة تقريبا شبه وفاة، وأنهم بكل تأكيد سيعلنون هذا المساء تطبيق المادة 102. المادة 102 كما قلت مهم أن تنفذ الآن، لكن وحدها لا تكفي. ما يكفي هو أن يقرر الجنرالات من أن الشعب قد قال كلمته، وأن يخضعوا لإرادته إذا كانوا بالفعل صادقين ولو مرة واحدة في حياتهم، وأن يسلموا الأمر إلى كما قلنا مجلس رئاسي يتكون من أشخاص يثق فيهم الناس، يثق فيهم الجزائريون، وهؤلاء المجلس الرئاسي تكون له مهام محددة ومؤقتة وواضحة. شرط أن لا يكون هؤلاء الذي ينضم إلى المجلس الرئاسي أن لا يكون له طمع في السلطة إطلاقا، بمعنى يكون في المجلس الرئاسي تنتهي المدة سنة أو سنة ونصف ثم يرحل ولا يفكر في أي منصب. هذا مهم جدا، على الأقل في المناصب التنفيذية. وأن يكون هذا المجلس الرئاسي هدفه الرئيسي هو الإشراف على مرحلة انتقالية
حتى تبقى البلاد في أمان وتبقى البلاد مضمونة، وتكون هناك حكومة انتقالية، حكومة وحدة وطنية انتقالية، ويكون هناك مجلس تأسيسي، ويكون هناك أشياء أخرى سيأتي الحديث عنها في وقتها. حي الله الأحرار في كل مكان. حياكم الله إخواني، إنكم تقدمون صورة من أروع ما يكون. العالم كله مقلوب، وكل القنوات، كل المواقع، كل تقريبا أخبار الجزائر هي التي تبدأ بها وهي التي تتحدث عنها. اتصلت بي عدة قنوات اليوم، لكن اعتذرت لهم جميعا لكي أبقى معكم. أريد أن أظل معكم مرتبط بلحظات هذه، حتى وإن كانت القنوات مفيدة ومهمة، إلا أني أفضل أن أبقى على اتصال معكم على الفيسبوك. وأخواني انقلوا ما هذا، انقلوا على اليوتيوب، وانقلوا في كل مكان. حي الله الجميع، بوركتم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله.